العودة للمدرسة، هيكون نصائح العودة إلى المدرسة، إن شاء الله يكون عجبكم. وما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة بتاعتي. قبل ما تذاكري أو تعملي أي حاجة، أهم حاجة إن أنت تدعي ربنا إن يثبت المعلومات اللي هتقريها في دماغك، والمهم تدعي إن ربنا ينجحك وكل حاجة، عشان دي أكتر خطوة مهمة، عشان بعون ربنا هتقدري تحفظي وتعملي كل حاجة وتنجحي إن شاء الله. نصيحة تانية إن أنت تجيبي كراسة أو دفتر صغير عشان تكتبي فيه حاجاتك المهمة. يعني مثلا لو عندك مشروع بعد أسبوع أو واجب أو أي حاجة تكتبيه فيه دفتر أو كراس زي ده. هو كراس صغير جدا ومش بياخد مكان وكده، تكتبي فيه حاجات. ده بيساعد جدا ان انت ما تنسيش اي حاجه، مثلا الواجب او اي حاجه. وكل اللي لازم تعمليه ان انت تكتبي اللي لازم تعمليه النهارده، وبعد ما تخلصي مش تعمليه علامه صح عشان تتاكدي ان انت عملتيه، عشان مش تصحي بكره الصبح تقولي وانا عملت واجب تغيير جدا. لو انت من الناس اللي بتنسى واجب او تنسى اي مشروع عندها في المدرسه وكده. لما تيجي درس وتحس ان هو هيجي في الامتحان او عندك معلومه ثابته يعني هتيجي في الامتحان كده اقراي المعلومه دي اكتر من مره او مرتين او ثلاثه عشان المعلومه تثبت في دماغك. وصح في ناس بتقول ان لما تاكلي اللبانه وقت ما تذاكري وتاكلي اللبانه في وقت الامتحان برضه بيساعد، بس انا بقول ان انت تكرري قراءه المعلومه هتثبت في دماغك، فده بيساعد. قراءه الحاجات كتيره ده بيساعد جدا. معلومة تانية مهمة جدا ان انت لازم تنامي بالليل، يعني لازم تاخدي وقتك الكافي من الراحة، عشان بصراحة لو ما نمتيش طول الليل ورحتي الامتحان بعد كده مش هتعرفي حاجة. يعني في ناس بتفتكر ان لما تذاكري بالليل هتنجحي وكده، لا على فكرة الارهاق النفسي ده بيسبب لك التوتر وكل الحاجات دي، وحاجات اللي احنا مش عايزينها يعني. فعشان كده لازم تنامي وقت يعني مناسب، بس مش تنامي بقى طول اليوم او طول الليل يعني زيادة، لا ولا زيادة ولا ما تأثريش ولا تزودي. 8 ساعات من النوم بالليل هيكون جود. لو نمتي كويس يعني هتركزي في الحصة وهتركزي في الامتحان وهتركزي في أي حاجة انت لازم تعمليها. وعشان كده النوم يعني كلنا عارفين ان هو حاجة محدش يقدر يستغنى عنه. اعتقد الموقف ده كلنا حصل معانا، وان هو لما تقعدي تقولي خلاص هذاكر بجد هذاكر يعني النهارده، وبعد كده تقعدي وتفتحي تليفونك وقاعده يعني 3 ساعات في الانستجرام وتقولي دي اشوف بس الانستجرام فيه ايه، وبعد كده ايه تقعدي 3 ساعات 4 ساعات في الفيسبوك و5 ساعات في تويتر و6 ساعات في بتتجولي في التليفون بس من غير اي سبب، وبعد كده وقت النوم جه خلاص وقت النوم جه هنام. لا، لازم تبعدي عن التليفون واللابتوب واي حاجه يعني بتشغلك عن المذاكره. لو التلفزيون بيشغلك عن المذاكره روحي على غرفتك ذاكري. لو التلفزيون في غرفتك اقفليه. يعني لازم تكوني جاده في المذاكره عشان يجيكي درجات كويسه، عشان صراحه يعني مش هنضحك على نفسنا ونقول حتى لو ما ذاكرتش هنجح، لا دي مش بتيجي يعني قليل جدا. ابعدي عن التليفون اللابتوب اي حاجه بتشغلك عن المذاكره. No way. تخلصي من الخوف والقلق، لان هما الحاجتين دول بيخليكي مش تركزي في اي حاجه في المذاكره وكده. يعني لو كنت خايفه وانت بتذاكري مش هتفهمي اي حاجه من اللي بتدرسيه. كل ما تخافي ان انت ما تنجحيش في الامتحان كل ما مش هتنجحي. يعني استغفي عقلك كده. لو انت من الناس اللي بتمل من الدراسة بسرعة وتكرهي الدراسة يعني المذاكرة وكده بتكرهيها خالص، لو عملتي حاجة يعني لوحة كده صغيرة تذكرك عن سبب الدراسة وسبب اللي انت تروحي المدرسة، ويعني تحطي حلمك مثلا في حتة لوحة كده يعني عشان تذكرك ان انت بتدرسي السبب وان عندك حلم لازم تحققيه. فده يعني بيساعدك ان انت تذاكري زيادة وتنجحي ان شاء الله. وبالذات الناس اللي هتخلص مدرسة مثلا اللي في الجامعة وكده، ده بيساعد جدا. عشان يعني هوريكي مثلا لو عايزة تبقي دكتورة زيي، لو عايزة تبقي دكتورة يعني لو انت في الجامعة وكده هيخليك تدرسي عشان تحققي الحلم اللي انت عايزة تحققيه. اول حاجة تحتاجيها هو
حمام صور 8 في 10 الحجم. لو عايزة تجيبي حجم اكبر من كده عادي برضو. so obviously علقت صورة يعني، وعلقت صور مش مهم. بعد كده تجيبي ورقة يعني على قد الفولو فريم، يعني ايه حاجة كده على قدها، وتقصيها على حسب البتاع يعني عشان تدخل. تجيبي اي ورقة وتكتبي فيها السبب اللي انت بتدرسي، يعني مثلا لو عايزة تبقي دكتورة تكتبي انا بذاكر عشان عايزة ابقى دكتورة، او اي حاجة يعني انت اي حاجة بتخليكي تذاكري. فانا هنا كتبت I study because I want to be successful. انا بذاكر عشان عايزة ابقى انسانة ناجحة يعني، عشان كده ما شاء الله يعني الخط جميل تحفة، شخبطة اطفال من الاخير يعني. وبعد كده شكلها طلع كده من الاخير، مع انه مش حلو قوي، بس انا هنا الحروف شويه منهم طالعين بره الاطار، بس يعني انتوا لو تيجوا تعملوها اعملوا حروف صغيره شويه اصغر من اللي انا عملته، ويعني المساحه دي استعملوها كلها اللي انا سايباها دي. اتمنى يكون عجبكم يعني. معرفتش اشرحه كويس عشان بصراحه الكاميرا انا اللي لازم اصور كل حاجه لوحدي، فعشان كده معرفش يعني اعمل الحاجه واصور بنفس الوقت. عندي البتاعه حماله الكاميرا، بس برضو لازم حد يثبتها على وضعيه معينه، عشان كده للاسف انا اسفه جدا على الموضوع ده. شيء تاني بنصحك فيه ان انت تجيبي شوكولاته او بسكويت او اي حاجه انت بتحبيها، وتحطيه بعد كل يعني فقره تقري، بعد ما تقري مثلا نص ساعه تاخدي قطعه من الشوكولاته والبتاع ده، يعني على حسب ما تقري وانت ماشيه بتاكلي منه، فده بيشجعك ان انت تدرسي زياده، لان انت يعني مستنيه تاكلي الشوكولاته بصراحه، بس ما تشغليش بالك في الشوكولاته خالص. تجيب بس ما تعمليش كده كل يوم يعني، مش هنفضل ناكل. حاجة تانية لازم تعرفوها ان انتوا لازم تخططوا الحاجات المهمة في الكتاب، يعني لو بتقري كتاب كبير تخططي الاجزاء المهمة بس من الكتاب عشان تبقى واضحة، وكل ما تشوفيها تفتكريها اكتر. عشان كده بشوف التخطيط مهم جدا، معرفش عنكم بس يعني لازم. وطبعا محدش يقدر يركز وهو جعان، فعلشان كده نصيحة تانية بقولها ان انتوا تاكلوا سناك صغيرة، يعني بطيخة او اي حاجة انتوا تشوفوها سناك يعني صغيرة هيلثي، وكده بيساعدكم ان انتوا تركزوا بدل ما تتفكروا طول الوقت وانتوا بتذاكروا في الاكل.